كرشك مزيان 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 وتلبسي حويجاتك وشقايختي في الدار وجربي هاد الطريقه فعاله 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 وكيحيد لك الدهون العنيده اللي كاينه في البطن السفليه، خصوصا هذيك البطن اللي ما لقيتيش ليها الحل نهائيا. هاد المشروبه البنات ما غتبقيش تحلمي نهائيا بشي حاجه سميتها الكرش او البطن الا ما جربتوش البنات. هذا راه ما جربتو حتى شي حاجه. سلام بنات، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبالف خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره ما تنسانيش اختي من لايك دابا غادي ديري لي واحد لايك قبل ما تكملي لا فيديو، واشتركي في القناه وفعلي الجرس باش اي فيديو ان شاء الله حطيته في القناه يوصلك انت الاولى ان شاء الله. اليوم البنات وصفه تحت الطلب ديالكم يا البنات، اغلبيه الناس وافقتهم. الوصفه الاولى اللي كنت حطيت ديال ازاله الكرش ما شاء الله بزاف ديال البنات الحمد لله بدات كتجيب معاهم نتيجه، يعني بداو كيحسوا بواحد الفرق. الحمد لله والشكر لله. هم زريعه الكتان، الناس اللي كيعانيوا من الغده الدرقيه يعني ممنوع عليهم زريعه الكتان، ولا الناس اللي ما كيبغيوش داك اللوغو ديال زريعه الكتان، جبت لكم البنات هذا المشروب السحري يا البنات. سحري عرفتوا شنو هي سحري؟ ما شاء الله في ازاله الشحوم العنيده يا البنات، خصوصا ديك الشحوم اللي كتكون في البطن السفليه، لانه البطن فيها جوج ديال الاقسام، كاينه البطن العلويه وكاينه البطن السفليه. البطن السفليه يا بنات هي اللي كنلقاو معها مشكل كبير 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 كبير، هي اللي ما كتبغيش تحيد نهائيا، لانه كتكون فيها ديك الشحوم اللي كتكون عنيده، يعني كتبغي الخدمه. وبغيتكم البنات توصلوا لي هذا الفيديو لاكبر عدد ديال لي لايك. وشكرا شكرا شكرا للناس اللي انضمت للعائله ديالنا، مرحبا بكم والف الف مرحبا بكم. نورتونا نورتونا نورتونا. اذا البنات ما نطولش عليكم، خليكم مع مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجو في المشروب ديالنا، غادي نحتاجو البقدونس اللي هو المعدنوس. حاولوا البنات تختاروا البقدونس اللي كيكون طري بالجذور ديالو، ما تاخذوش غير الاوراق بوحدهم، غادي ناخذوا حتى داك الجذور ديالو. وغادي نحتاجو خياره، وغادي نحتاجو حامضه اللي هي ليمون، وغادي نحتاجو الزنجبيل طري. غادي ناخذوا المكونات كامله، غادي ناخذوا البقدونس وغادي ناخذوا نصف خياره، وغادي نحتاجو نصف عصير ليمونه، وغادي ناخذوا واحد الطريف اللي غادي يكون صغير ديال الزنجبيل اللي غادي يكون طري. كلشي موضح لكم البنات في لا فيديو. وغادي نطحنوا المكونات كامله مع كاس اللي غادي يكون كبير ديال الماء، وغادي نطحنوه مزيان مزيان. وها هو المشروب ما شاء الله واجد معانا. خليكم معايا البنات حتى الاخر د لا فيديو، لانه غادي نعطيكم واحد الطريقه فعاله اللي غادي تستعملوها ان شاء الله مع هذا المشروب. صافي البنات، هذا هو المشروب ديالنا. ما نعاودش لكم البنات المذاق ديالو راه رائع رائع رائع. انا راه عرفتي ولفتو، راه من نهار ولدت سبحان الله وداومت عليه. ما نعاودش لكم البنات النتيجه اللي لقيت نتوما كلشي كتشوفوا قدام عينيكم. وعاوني بزاف ازاله الكرش يا البنات. زائد كيف ما كنقول لكم دائما يا البنات، حاولوا انكم تحيدوا الخبز الابيض. راه الخبز الابيض هو المشكل الكبير اللي كيربي لكم الكرش. وتبعدوا شويه على السكريات اللي ماشي طبيعيه. السكريات تبعدوا منها، تبعدوا من الزيوت. تحاولوا انكم طيبوا الماء بزيت الزيتون البنات، راه ما كاين ما احسن منه. تفطروا بزيت الزيتون، تبعدوا من داكشي اللي كيكون دهني بزاف بزاف بزاف. ولكن يا البنات خصوصا الخبز شتي هذاك الخبز الابيض، هذاك الفورس، راه هذاك راه هو المشكل الكبير. كنلقى بزاف ديال الناس كيكتبوا في لي كومونتير بانهم ما يقدروش يحيدوا الخبز وداكشي. البنات كاين خبز القمح الزرع، هذاك البنات راه رائع. داك البنات يعني ما غاديش يدير لكم ديك الكرش اللي نتوما تاخذوه بواحد الكميه اللي كتكون متوسطه. مثلا تاخذوا ربع في الصباح وربع في الغداء، صافي ما تزيدوا ما تنقصوا. بحال هكا راه سبحان الله الكرش عندنا هنايا حاجه اللي ما كتستافدش منها الذات. الكرش كتخبي هذيك البلاصه، يعني كتخزن. الكرش كتخزن الحاجه اللي ما كتستافدش منها، اللي ما فيهاش فيتامينات، ما فيهاش حاجه اللي غتستافد منها الجسم ديالك. تما فين كتخبى؟ في البطن، يعني في الكرش. يعني البنات حاولوا علاش ما قديتوا انكم تبعدوا من الخبز وتبعدوا من الدهنيات اللي كثيره بزاف بزاف. حاولوا تنقصوا شي شويه. انا ما غنقولش لكم نقصوا الماكله ديالكم، ما غنقولش لكم نقصوا الماكله حيت ما يمكنش. راه الاطباء ديال التغذيه وانتم عارفين كيقولوا لكم
كيعطيوكم واحد البروغرام بشويه بشويه، ما كيجيش وكيحيد لك الماكله من الاسبوع الاول، ما يمكنش، لانه واحد انسان مولف الماكله بزاف ما يمكنش تجي وتحيدي ليه الماكله بمره، خاصك تبقاي معاه بالتدريج بشويه بشويه. والسبور البنات، الرياضه الرياضه الرياضه، وكيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، الا ما قدرتيش ديري الرياضه بلاش ما ديريش شي حركات اللي تجهدي على راسك، واخا تعرفي غير تشقاي في الدار ولا شطحي ولا ديري اللي كاين ديري اي حاجه في الدار ديالك. مهم تحركي. واحد النصيحه البنات غادي نعطيها لكم ان شاء الله، فاش غادي تشربوا هذا المشروب غادي تجيبي سلوفان، كتعرفوا السلوفان، وغادي تاخذوا واحد المساج اللي كندهنوا به فاش كنكونوا هكا ضارين يدينا ولا دارنا شي حاجه، شي مساج اللي كيكون حار حار حار، غادي تاخذوه وغادي تدهنوا به البطن ديالكم في البطن السفليه، وغادي تشدي السلوفان وغادي تدوريه على كرشك مزيان مزيان مزيان، وتلبسي حويجاتك وشقاي اختي في الدار، وجربي هاد الطريقه واجي ردي عليا. من اروع ما يكون البنات، طريقه فعاله 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 اللي غادي تعاونك هي وهذا المشروب ان شاء الله، اللي غتحيد لك الكرش باذن الله. وبالنسبه للطريقه اللي قلت لكم ديال السلوفان ومساج اللي كيكون حار، دهنوا به الكرش ديالكم يوميا البنات، في قمه فيقي الصباح غادي ديريه ودهني كرشك وديري السلوفان وديري الشغال ديالك، شقاي وخدميه حتى العشيه وحيديه، راه سبحان الله العظيم غادي تلقاي واحد، ما غنعاودش لكم البنات، غادي تجربوه وغادي تجيو تردوا عليا الخبر. وتبعوا هذا المشروب البنات، راه من اروع وافخم المشروبات اللي غادي تهنيك من هذه المشاكل كامله اللي كتعاني معاها في البطن ديالك. البنات بهذه الطريقه كتشربوه بعد الفطور، ملي كتفطروا كتاخذوا الماكله ديالكم عاديه وكتفطروا كتشربوه، راه رائع البنات المذاق ديالو. عرفتي البنات غادي تشربوه وغادي تولفوه من اروع ما يكون. انا بعدا ولفتو يا البنات، ولفتو من نهار ولدت، سبحان الله، انه انا ولدت ولاده قيصريه وكانت ربات لي الكرش، انا ما كانش عندي الكرش لانه انا كنت كنتريني. على فكره خصني نقولها لكم، انا راه بطله المغرب 5 المرات، ان شاء الله غادي تعرفوا عليا وغادي تعرفوا فاش انا كنت بطله المغرب. كلشي ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص، لانه كنلقى بزاف ديال الاسئله، الحمد لله بزاف ديال البنات كيسولوني هاد الاسئله. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص غادي نعرفكم براسي، كلشي غادي تعرفوه ان شاء الله باش تقربوا مني اكثر، وتعرفوني شكون انا، شنو كندير، كلشي غادي تعرفوه ان شاء الله. والله يحفظكم ليا والله يطول ليا في العمر ديالكم يا ربي. المهم البنات كيف ما قلت لكم انا ما كانتش عندي الكرش، ما كانتش عندي كاع نهائيا الكرش، ولكن مني ولدت ولاده قيصريه. نتوما عارفين الولاده القيصريه ما عندكش الحق عامين عاد تقدري انك تخدمي الرياضه ولا تخدمي الحركات ديال لي زابدو ولا داكشي، يعني ما كنتش كنحاول نهائيا. ولكن هذا المشروب البنات زائد الوصفه اللي عطيتكم زائد وصفات اخرين ان شاء الله غادي نشاركهم معكم، لانه انا البنات كنجرب ما كنبقاش غير في وصفه وحده، كنجرب والحمد لله اللي جربته اللهم لك الحمد كيعطيني النتيجه، يا البنات. وانا ان شاء الله غنشارك معكم كل شيء اللي كيعطيوني النتيجه غادي نشاركهم معكم. انا استنفعت من واحد الحاجه نفعكم حتى نتوما، باش ناخذ غير دعيوه زوينه بارك عليا، هادشي اللي بغيت انا، غير دعيوه من عندكم بارك عليا، هادشي اللي كيفرحني. الله يحفظكم ليا. نتمنى لكم ان شاء الله اللي بغات شي حاجه باذن الله توصل ليها باذن الله، وحتى شي حاجه ما بعيده، كل شيء قريب عند الله، الاراده ثم العزيمه وتكوني قويه. غطيحي وغتنوضي، ولكن ان شاء الله غادي توصلي باذن الله. اذا البنات ما نطولش عليكم وما سخيتش بكم، غادي نقول لكم ان شاء الله في لا فيديو الجاي.